رجل بدأ يرسم في عمر 10 سنين. صنع واحدة من أعظم المانجا في التاريخ، ومات وهو في المنتصف. اسمه كينتارو ميورا. في 1976 وهو في عمر 10 نشر أول مانجا له بين زملاء الصف، 40 جزءاً كتبها طفل في المدرسة. في عام 1989 بدأ برزيرك، عمل عليه 32 سنة، 60 مليون نسخة بيعت في العالم، واحدة من أكثر المانجا مبيعاً في التاريخ. في 6 مايو 2021 مات ميورا فجأة، تمزق في الشريان الأورطي، عمره 54 سنة. برزيرك لم تكتمل، بس ميورا ترك شيئاً لصديقه المقرب، صديق طفولته كوجي موري. أخبره بنهاية القصة كاملة. موري قرر أن يكملها، قال: سأكتب فقط ما حكاه لي ميورا. الآن برزيرك تكمل تحت اسم ستوديو غاغا بإشراف موري بأمانة. رجل رسم 32 سنة ورحل قبل أن يرى النهاية، لكن برزيرك ما ماتت معه، لأنه اعتنى بكل تفصيل ووثق كل شيء وشارك سره مع من يستحق. هذه القصة مو قصة غاتس وحده، هي قصة الإنسان اللي رسمها أيضاً. اشترك في القناة، قصص ما تسمعها بالعربي في أي مكان ثاني.